قلبك ده بإيدي، وين اللي بيك داري وبعمرنا شاري، وين اللي بيك داري وبعمرنا شاري، بس انت بتداري. والله عليك يا سيدي قلبك ده بإيدي، والله عليك يا سيدي قلبك ده بإيدي. اسمع كلامي سلم لغرامي دعوك قدامي والشوق ورايا، ما تقولش عادي حبك مش هادي قلبك بينادي مع صوت ندايا. كلامي سلم لغرامي دعوك قدامي والشوق ورايا، مش هادي حبك مش هادي قلبك بينادي مع صوت ندايا. وين اللي بيك داري وبعمرنا شاري، بس انت بتباري. والله عليك يا سيدي قلبك ده بإيدي، والله عليك يا سيدي وقلبك ده بإيدي. يلا معاك احسن سقف يلا. قلبك ناويلي مكسوف يناديلي واشتاق يا ويلي والشوق رماني، عينك بعيني ما تقولش ناسيني، ده انت من عيني مخلوق عشاني، مكسوف يناديني واشتاق يا ويلي والشوق رماني. قولش ناسيني، ده انت يا من عيني مخلوق عشاني، وين اللي بيك داري وبعمرنا شاري، بس انت بتداري. والله عليك يا سيدي قلبك ده بإيدي، والله عليك يا سيدي وقلبك ده بإيدي. ده اللي بيك داري وبعمرنا شاري، وين اللي بيك داري وبعمرنا شاري، بس انت بتداري. والله عليك. الله الله الله. على فكرة إيهاب فعلا أغانيك فيها بهجة كتيرة يعني. اهو بنحاول لما نكون في مناسبة حلوة نشارك الناس في المناسبات الحلوة بتاعتهم والمناسبات اللي فيها سعادة بأغاني تفرحهم، وفي الوقت اللي بيبقى فيه الواحد محتاج ان هو يكون مع نفسه، محتاج يسمع أغنية من الأغاني الدراما أو الرومانسية برضه موجودة وممكن يعيش معاها مع كله شغال يعني المشاعر بتاعته والحاجات الرومانسية. طيب أنا عايزاك بقى كده تريح. أول مرة تزورنا في القصر الجديد هنا يعني. في اللوكيشن الجديد في أول مرة. في الربيع كان دايما يعني أجمل ما في النجوم الزمن الجميل هو يعني كانوا رابطين دايما الشعر والألحان والموسيقى والجمال بالربيع. يعني كان في تنافس كبير قوي بين الأصوات والحناجر الذهبية في الربيع. حليم يغني في الربيع ويستعد بحفلة كبيرة وينافسوا فريد الأطرش على الناحية التانية، وردة برضو تبقى بتستعد للربيع، فايزة بتستعد للربيع. كان منافسة جميلة يعني جدا يعني. لو احنا موجودين في الزمن ده دلوقتي، مين تفتكر معاك ممكن يبقى انت بتحضر انك تكون بتغني في الربيع وهو كمان يبقى بيحضر وتبقوا موجودين في حفلة واحدة، او موجودين مثلا انت بتغني في مصر وهو بيغني في مكان تاني او العكس يعني؟ كان نفسي اغني في الزمن اللي بيغني فيه الاستاذ عبد الحليم حافظ.
اكيد. يعني لو مش هقدر اقول ان احنا ننافس الاستاذ عبد الحليم، بس يعني الواحد لو كان موجود في الزمن ده اكيد كان هيبقى الحفلات اللي بتتعمل والجو اللي بيتعمل للحفلات اللي خصوصا بتكون في الربيع او في المناسبات بتاعه الاعياد، بيبقى لها تحضيرات حلوه قوي، والمناسبه نفسها بتبقى مناسبه جميله لان الواحد يعمل فيها اغاني جديده ويظهرها للناس في يوم الحفله دي وفي السهره الجميله دي. فلغايه دلوقتي الحفلات دي مرتبطه معانا بالذكريات كده لغايه النهارده. كل سنه كان بيبقى فيه اغنيه جديده، فكنت اتمنى ان انا اكون واحد من الناس اللي موجودين في الوقت ده او في العصر ده، وابقى موجود دلوقتي وقاعد بسمع بقول يا سلام زمان لما كنا بنعمل حفله في سنه كذا وكانت مكانها في مكان في كذا، وكنت شغال معايا الفرقه بتاعت فلان وكان موجود معايا في الحفله الفنانين فلان وفلان وفلان. كانت بتبقى ذكريات حلوه قوي اكيد. مين برضو ما جاوبتش على سؤالي؟ مين لو احنا بقى دلوقتي في الربيع، مين ممكن حفله كبيره فيها ايهاب توفيق، مين تحب يبقى موجود وانتوا الاثنين تحيوا الربيع مع بعض؟ مين من الاصوات الموجوده على الساحه اللي موجوده دلوقتي؟ اللي موجوده دلوقتي والله في ناس كتير جدا ممكن يكونوا موجودين معانا. ممكن انا وهيكون معايا محمد حماقي، ممكن يكون معانا شيرين، ممكن يكون موجود معانا تاني عمرو دياب، ممكن يكون موجود هشام عباس. دي تبقى حفله حلوه قوي. ممكن يكون مصطفى قمر يعني بيع هدومه بعدها. لا بس تبقى حلقه حلوه يعني، حفله تبقى جميله يعني فيها طبعا تخيل لو اجتمع فيها كل الاسماء دي بجد تبقى اكيد حاجه قويه. انت من هواة، اصل في ناس تحب الشتاء، في ناس تحب الصيف، في ناس الربيع، انت بالنسبه لك ايه؟ لا انا بحب الربيع والصيف. الشتاء بالنسبه لي بيبقى الدنيا برد، انا ما بحبش البرد قوي. يعني احب ابقى متدفي دايما اكتر من الناس تحب. والربيع والصيف كمان كتير من الفنانين البوماتهم بتبقى متواجده يعني. مظبوط، يعني بيبقى فتره فيها اجازات وفيها انطلاق وفيها بحر وفيها خروج وسهرات، فبيبقى جو مناسب اكتر لان الواحد ممكن يعمل شغل اغاني جديده، حفلات، لقاءات مع الناس اكتر. طيب احنا شفنا الزمن الجميل، لو احنا رجعنا لهم تاني تهديهم ايه؟ تغني دلوقتي لمين؟ لحليم ولا الفريد؟ سمعنا ايه منهم؟ لو احنا هنفضل في الحلقه دي نروح للقديم بعدين نرجع لك، انت الحديث دلوقتي. ممكن اغني حاجه لورده ولا لازم جدا. لا ممكن حليم او فريد؟ ممكن طبعا. طيب نفتكر حاجه لورده يا ريت. معقول احب تاني؟ ايوه لا مش معقول، ده الاحساس اللي جاني خلاني اسال واقول معقول احس تاني؟ ايوه لا مش معقول، ده الاحساس اللي جاني خلاني اسال واقول معقول احب تاني؟ ايوه لا مش معقول، ده الاحساس اللي جاني خلاني اسال واقول تاني يا حب تاني، ما كفايه زمان تاني يا حب تاني، ما كفايه يا زمان نجري ورا الاماني ونضيع ويا المكتوب. الله الله. وانا فاكره كويس قوي عملت لقاء كبير كان فيه الفنانه ورده، كنتوا بتغنوا لها وكان معاك انغام اعتقد. مظبوط، كان معمول حلقه في برنامج كان لتكريم الفنانه ورده، وهي بنفسها طلبت ان احنا نكون موجودين. انا وانغام قالت من الناس اللي انا بحبهم